السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كيكة الرواني بطريقة سهلة جدا، سهلة وبسيطة، ما بتاخدش معانا وقت ولا مجهود، وكمان طعمها جميل جدا. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حلقكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. احنا هنا هنبتدي ان احنا نعمل مع بعض الشربات اللي احنا هنسقي بيها كيكه الرواني. هنبتدي ننزل بكوبايتين سكر، وننزل عليهم بكوبايتين ميه، ونبتدي نعصر عليهم عصير نص ليمونه، وانزل عليها بظرف من الفانيليا، واسيبها ان هي تغلي معايا على البوتاجاز. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مكونات كيكة الرواني: معايا 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، معايا نص كوباية سكر، معايا 2 ظرف من الفانيليا، ومعايا ظرف من البيكنج باودر، معايا علبة زبادي بلدي، ومعايا كوباية دقيق ابيض، ومعايا كوباية سميد البسبوسة. بعد كده نبتدي ان احنا نجيب الخلاط بتاعنا، نبتدي ان احنا نكسر فيه 5 البيضات، وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بظرفين من الفانيليا، وبعد كده نبتدي ننزل عليها بنص كوبايه سكر، ونضربها كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعنا يفتح معانا. بعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بعلبه الزبادي البلدي، وبعد كده نبتدي ننزل عليها بنص كوبايه زيت، ونضربهم كويس جدا في الخلاط لغايه السكر ما يدوب معانا ويبقى كويس جدا. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عندنا في بوله بالشكل ده، وبعد كده نبتدي ان احنا نجيب كوبايه الدقيق وننخلها كويس جدا، وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بكوبايه سميد البسبوسه بالشكل ده، وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل عليها بمعلقه كبيره ممسوحه من البيكنج باودر، وبعد كده نبتدي ان احنا نقلب المواد الجافه مع المواد السائله بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا نقلبها من تحت لفوق، ونحاول ندخل الهواء في الكيكه عشان ما تطلعش معانا مكتومه، تكون هشه وطريه وطعمها جميل جدا. ميزه الزبادي اللي احنا بنضيفها لكيكه الرواني بتخليها ان هي تبقى فيها طراوه، ما تخلي طعمها جميل جدا. اكون مجهزه معايا صينيه، ابتدي ان انا انزل عليها بمعلقه سمنه، وابتدي ان انا ادهن الصينيه كويس جدا بالسمنه بالشكل ده، وبعد كده ابتدي ان انا انزل عندي بخليط الكيكه وادخلها في الفرن على درجه حراره 180. وده كان شكل الكيكه اول ما خرجت معانا من الفرن. ببتدي ان انا اسقيها بالشربات اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين ما شاء الله حاجه جميله ازاي؟ وبعد كده ببتدي ان انا اقطعها كويس بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، واضيف ليها جوز الهند. جوز الهند هنا على حسب الرغبه. وبعد كده نبتدي ان احنا نطلع قطع مع بعض بالشكل ده. شايفين ما شاء الله لونها جميل ازاي؟ شايفين ان هي هشة مش مكتومة. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا. كيكة الرواني من الكيكة اللي هي الجميلة جدا، سهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة في كل بيت، وطعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله حاجة في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.